مرحبا، شلونكم؟ تكونون بخير. فيديو اليوم راح نحكي عن معلومات عن أبطال خانة الذهب. قبل ما نبدأ الفيديو حطوا لايك واشتركوا بالقناة وفعلوا زر الجرس حتى توصلكم كل شي جديد. يلا نبلش. أولا، سيف الشريف، ممثل وعازف موسيقى عراقي، ولد في 14 يوليو 1950 في عاصمة العراق بغداد، وعمره الآن 29 سنة، وهو برج السرطان. وسيف مستقر في الإمارات العربية المتحدة. وبالنسبة لحالته الاجتماعية فهو منفصل ولديه ابنة واحدة. بدأ حياته المهنية كلاعب كرة قدم محترف في نادي الزمالك المصري سنة 2005، وفي عام 2009 بدأ مشواره الفني كعازف موسيقى، وفي 2023 أخذ أول دور بطولي له في مسلسل رمضاني العراقي خانة الذهب، الذي حصل من خلاله على نجومية وإشادات واسعة من طرف المتابعين. ثانيا، رويدة شاهين، ممثلة ومقدمة برامج عراقية، ولدت في العاصمة العراقية بغداد عام 1987 لأم أردنية وأب عراقي. وبالنسبة لحالتها الاجتماعية هي منفصلة، وبدأت حياتها المهنية كمقدمة برامج تلفزيونية على قناة أغانينا، وبعدها اتجهت إلى مجال التمثيل، وقدمت العديد من الأدوار متميزة، كما شاركت في العديد من الأعمال في الدراما الأردنية وعلى المسرح. ثالثاً، أميمة جواز شكرجي، ممثلة عراقية، ولدت في تونس عام 1994، تدرس التصميم السينمائي في جامعة عمان، ودرست تصميم الأزياء في معهد بيكاسو، وتتحدث اللغتين الألمانية والإنجليزية بطلاقة، وهي ابنة الفنان العراقي جواد الشكرجي. رابعاً، نور مازن، ممثلة عراقية شابة من مواليد 1993، وتعيش حالياً بين العراق ودبي. درست الفنون في جامعة عجمان للعلوم والتكنولوجيا بالإمارات العربية المتحدة، ويعتبر مسلسل خانة الذهب أول أعمالها الفنية. وحالتها الاجتماعية لم تتزوج بعد. خامساً، طه علوان، ممثل عراقي قدير، ولد في مدينة بغداد في 11 ديسمبر 1953، خريج معهد الفنون الجميلة في بغداد. شارك في العديد من الأعمال الفنية في السينما والمسرح والتلفزيون. سامي قفطان، وهو من مواليد 1942، وهو متزوج ولديه 3 بنات. أميرة جواد، وهي من مواليد 1955، وهي طليقة الفنان العراقي المشهور صبحي العزاوي، ولديها منه بنت اسمها نور وولد اسمه علي. غسان إسماعيل، وهو من مواليد 1979، وهو متزوج ولديه ولد واحد. سارة البحراني، وهي من مواليد 1989، وبالنسبة لحالتها الاجتماعية متزوجة ومنفصلة، ورجعوا تزوجوا مرة ثانية. بتول عزيز، وهي من مواليد 1974، والحالة الاجتماعية هي متزوجة. أحمد الخفاجي، وهو من مواليد 1992، والحالة الاجتماعية أول شي تزوج بملكة جمال العراق واللي هي شيماء قاسم، وانفصلوا، وراها تزوجوا ساندي جمال وأحمد الخفاجي. سمر محمد، من مواليد 1955، والحالة الاجتماعية هي متزوجة. كريم محسن، من مواليد 1958، والحالة الاجتماعية متزوج. أحمد بيبر، من مواليد 1994، وحالته الاجتماعية لم يتزوج بعد، وهو عارض أزياء وممثل. وبنهاية الفيديو لا تنسون تشتركوا وتفعلوا زر الجرس حتى يوصلكم كل شي جديد. مع السلامة.